ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، على رمضان، ويا ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. يا رب الفيديو يعجبكم. احنا دلوقتي في حي الخيامية، وقلت افرجكم على اجواء رمضان. انتوا عارفين حي الخيامية والاماكن القديمة والحاجات الجميلة ديت بتفكرنا برمضان. ويعني بنفرح واحنا موجودين فيها، بنحس فعلا برمضان هناك. فقلت افرجكم هناك على الزينة والفوانيس والحاجات الجميلة ديت، وافرحكم معايا. بصوا الفوانيس الصفرة ديت، الفوانيس النحاس ديت جميلة اوي. بص الفانوس الكبير ده، الراجل قال لي تقريبا ب2000 وشوية، 2100 ولا 2200 تقريبا. طوبة الطبق والفوانيس الصغيرة. ودي المغناطيس اللي بيتحط على التلاجة، في ب10 وفي ب15 وفي ب5، حسب الحجم يعني. دي اللي هي الكوشينات ديت، في اشكال منها والوان جميله. معرفش، مش عارفه اصور كويس عشان الناس اللي ماشيه والزحمه، الدنيا كانت زحمه جدا، فيعني كنتش عارفه اصور كويس. بس السجاده اللي عليها بكار ديت، الراجل بسأله بكام، بيقول لي دي مش للبيع. في ودي حاجات كده عامله زي الرق كده، مش عارفه بتتحط تقريبا على الحيطه ولا ايه، مش عارفه. وديت حاجات بتتعلق على باب الشقة. مفارش، كل حاجة موجودة هناك، حاجات شكلها حلوة قوي. يعني تحتاري، تبقى مش عارفة تحتاري تشتري ايه ولا ايه. انا جبت مفرش وحطه على الحيطة زي صورة كده، شكله جميل قوي. الفوانيس النحاس دي الفوانيس النحاس دي شكلها تحفة. مدفع رمضان شكله جميل جدا. في دي الفوانيس الصغيرة ديت ممكن تبقى هدايا للأطفال الصغيرة. الميداليات دي اللي عليها بوجي وطمطم وبكار وحاجات كتير، أشكال كتيرة قوي، دي ب15 جنيه. والأقلام ديت برضو على أشكال رمضان، برضو ب10 جنيه. بس دي بوجي وطمطم، دي طمطم، وده بوجي. ودي الأشكال بقى بتاعت فنانيس الراجل اللي هو الكبير دوت. ودي اللمض اللي هي الحاجات الفروع اللي هي بتنور. ودي أشكال فنانيس بقى، عاملين أشكال منهم حلوة قوي. دي كنا بنشتري الميداليات دي عشان ولادي عايزين، يعني بيفرحوا بيها بأشكالها، يعني بيحطوها في الشنطة بتاعة المدرسة، بيبقى شكلها حلو. بس كأني ماشيين في شارع، كأني في فرح في الشارع جميل. يعني لو رحت هناك هتتبسطوا قوي. بس انا قلنا اللي مش قادر يروح يعني نفرجه على الأجواء وكده. جميل الشارع كله، كأنك ماشي في فرح، أغاني وأنوار وصوت الناس والزحمة والدوشة، كل حاجة جميلة. بس دي فوانيس اللي بتنور، واللي جنبها دي هلال، فانوس وهلال ونجمة.
اشكال والوان، حاجات اشكال والوان، اللي انت اي حاجة هتتخيليها هتلاقيها هناك. اي حاجة، اي ديكور، اي حتى الاطباق عاملين عليها اشكال رمضان. ودي فوانيس اللي هي بتتمسك في الايد دي، اللي شكل بيبقى تبقى حلوة برضو. بس اللي هي اليوفط ديت الصغيرة، فيها بتاع دوت لزق من ورا، اللي هو الدبل فيس، بتلزقيها وتحطيها على حيطة او على اي حاجة، شكلها حلو اوي. عليها كلام كتير: اهلا رمضان، كل سنة وانتم طيبين، مدفع رمضان، كلام كتير اوي. رمضان احلى مع العيلة. دي تمرات اللي هي الذهبي دي، تحطي فيها التمر او مكسرات. وفي الفوانيس اللي هي البلاستيك دي، اللي هي اللعب دي، اللي بيبقى كأنها لعب اكتر ما هي فانوس. انا بحبهاش الصراحة، عيلي بيبقوا عايزينها بس انا ما بحبهاش، بحب شكل الفانوس. بص دي حاجات الراجل اللي هو كأنه بيعمل كنافة والحاجات دي. في منها حاجات بتلف كمان، كأن الراجل بيلف كده بالكنافة. بس ده شكل اللي هو الفنانيس ده، اللي هو الراجل الكبير دوت، شكله جميل قوي. بس وده التخين دوت، قلبوز ده. دي كان موكيت يعني، موكيتة كده صغننة بتتحط قدام باب ولا اي حاجة، بيقولي ب45 جنيه. ودي كوبايات، حتى الكوبايات عليها اشكال رمضان، عاملين منها اشكال رمضان. تلاقي الكوباية عليها بوجي وطمطم وبكار وحاجات كتير. والصواني دي جميلة اوي، شكلها حلو اوي. وطبلة واشكال كتير. دي اشغال يدوية، شنط وحاجات، اشغال يدوية. بس الدنيا زحمة ازاي. يعني دي المفارش اللي بتتحط على السفرة لما بتيجي تاكله، وتترمي على طول، اللي هي استعمال مرة واحدة. كل حاجة بقولك، كل حاجة موجودة هناك، أي حاجة تتخيلها موجودة هناك تخص رمضان موجودة هتلاقيها. في حاجات شغل والزينة دي جميلة برضو. في حاجات أشغال يعني، حاجات جديدة السنة دي أول مرة تشوفها، اللي هو الشغل الذهبي دوت، اللي هو الإكليريك. بس الفوانيس. ودي الزينة اللي هي اللي هي الخيامية. ودي مفارش والكوشونات والبانر، كل حاجة موجودة عنده. بس أشكال يعني، ممكن تجيبي مفرش زي ده، بدل ما تحطيه مفرش ممكن تعلقيه على الحيطة كأنه شكل جميل. أشكالهم جميلة أوي. كنت واقفة هنا بسأله بكام، والله ما فاكرة قال لي بكام. وقال لي في منها أشكال كتيرة، اللي هي زي الأشكال اللي هي قدامكم ديت. بصي الأشكال، حاجات تتحط ممكن تتعمل ستارة كمان، تعملي لها فتحات من فوق وتتحط وتتعمل ستارة، وتتنيها وتتعمل ستارة، يبقى شكلها تحفة. هي بيقول لي الأشكال، هي دي الأشكال اللي أنا هألف فيها دي، هي دي الأشكال. بصيت عليهم لقيتهم يعني قريبين في الشكل من بعض. بس الفوانيس شكلها جميل. اهو الفانوس المنور الألوان ده اللي أنا بقولكوا عليه، في منه كمان أصفر، الإضاءة بتاعته صفرة. فبسألها بكام، فقال لي ب250 جنيه. أنا جبت واحد ليا، في منه مقاسات. أنا جبت الحجم الكبير، جبته ب220. يعني لما انت ما تجيبيش من أول واحد يقابلك، دوري في السوق كله، امشي السوق كله كده واسألي واحد واحد واحد، هتلاقي أسعار متفاوتة. يعني في ممكن في أقل 280، وفي أقل 260، وفي أقل 250. أنا في الآخر جبته ب220. فلو جبتي من أول واحد ممكن بعد كده بعد شوية تمشي شوية هتلاقيه أرخص. بس المفرش الأزرق اللي في الوش ده شكله تحفة، عجبني أوي. بس الراجل قال لي ده مش للبيع برضه، مش عارفة ليه حاطين حاجات يضايقونا بيها عشان
كل ما اسأل كذا حاجة اسألها عليهم يقولوا لي مش للبيع. المفرش الازرق ده شكله جميل قوي، بس شكله حلو قوي. كنت عايزة اجيبه احطه على الحيطة برضو بدل اللي انا جبته، بس ما الراجل قال لي مش للبيع. عشان اخر حاجة عنده دي المغناطيسات، المغناطيس بتاع التلاجة، في منه ذهبي وفي منه اشكال رمضان. عفوا. دي الشمع ده الجديد، من 20 لغاية 45 جنيه حسب الحجم. والشمع الصغير ده اهو، بس ده شكله الجديد، ده الشكل الجديد. الصغير ده الشكل القديم ده ب10 جنيه، الصغير ده. كيس كيس اللي هو الفوانيس الخشب دوت. بيتباع كيس على بعضه، يعني انت لو عايزة تجيبيه مثلا تفرحي بيه الأطفال الصغيرة، تجيبي كيس على بعضه. مش فاكرة كأقل الراجل قال بكام، بس مش غالي. تجيبيه كيس على بعضه وتدي الأطفال الصغيرة، بيبقى شكله حلو أوي. دي سجادة صلاة بتاعت أطفال، شكلها جميل أوي، بس سجادة صلاة. دي واحد يجيب سجادة يعني يشجع بيها الأطفال يفرحوا بيها عشان يصلوا، شجعهم عشان يصلوا. والبتاع البيضة دي اللي عليها الرسمة دي، دي فيها ألوان من ورا، ألوان مية تتجاب للأطفال يعني كده، ويلونوها رسمين رسمة على قماشة، شكلها حلو أوي. بس قالوا عليه ب50 جنيه. بصي دي المفارش اللي بقولك عليها، ممكن دي تعمل ستارة، ممكن تعمل مفرش لترابيزة، ممكن تتعمل على الحيطة زي ما بقولك. أشكال جميلة أوي. في أشكال اللي هي الكرتونية، اللي هو بوجو طمطم وفوانيس وبكار والحاجات دي. وفي الأشكال اللي هي الخيامية أو الإسلامية والحاجات زي كده. في أشكال جميلة. حاجات بتتباع بالمتر، وفي حاجات بتبقى جاهزة كده عاملينها جاهزة. بس دي حاجات بتتحط في المطبخ، شكلها جميل أوي. الفوانيس الكبيرة دي شكلها تحفة جدا، بس غالية، بس شكلها جميل. بصوا، انا بحب اوي الفوانيس اللي هي النحاس دي، ما بحبش الفوانيس اللعب دي. بحس ان هي ملهاش لازمة، بحس ان هي ملهاش علاقة اصلا برمضان غير ان هي بتغني. لكن لو ما شغلتهاش مش هتعرفي ان هي فانوس، هتفتكريها لعبة. بس ديت علبة مناديل، وشكل على شكل تلفزيون، ممكن تتحط على ترابيزة او على اي حاجة. انا جبت واحدة بتنور، فيها نور كده، فرع نور صغنن كده، بتشتغل منها علبة مناديل ومنها تنور.